السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركزي يسحب التريليون. أهلا بكم جميعا، أنا محمد منصور وهحاول أشرح لكم ببساطة يعني إيه المركزي بيعمل أكبر عملية سحب سيولة من خلال عمليات السوق المفتوح بأكتر من تريليون جنيه. النهاردة يوم 14 مايو 2024 أعلن البنك المركزي عن سحب سيولة تصل إلى تريليون و50 مليون لأول مرة في تاريخه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد. السحب ده هو أكبر سحب للسيولة في تاريخ المركزي. تم سحب السيولة من 32 بنك، عدد البنوك في مصر 38. معدل العائد كان هو السعر الأساسي أو السعر الرئيسي للعمليات في المركزي 27.75. يبقى دي قاعدة وثابتة ان ده سعر متحدد وثابت، وان ده بيتم اسبوعيا. نخلي بالنا ده مش بيتم حاجة جديدة او مفاجأة، وبيتم اسبوعيا، لكن المبلغ كبير جدا وده اكبر رقم تم سحبه. عشان نبقى فاهمين، هدف السياسة النقدية للبنك المركزي هو استهداف التضخم، والنطاق المستهدف للتضخم 7% بلس 2 ماينس 2، يعني النطاق من 5 إلى 9. أدوات المركزي لاستهداف التضخم بيشتغل على أسعار الفايدة، رفعها يبقى تشديد نقدي، خفض الفايدة يبقى تيسير نقدي. الاحتياطي الإلزامي للبنوك، رفع النسبة يبقى تشديد نقدي، خفض النسبة يبقى تيسير نقدي. عمليات السحب المفتوح، سحب السيولة تشديد نقدي، ضخ السيولة بيكون تيسير نقدي. عمليات السوق المفتوح بقى، وهي الأداة الثالثة اللي بيستخدمها البنك المركزي وبيستهدف بيها المعروض النقدي لدى البنوك او القطاع المصرفي. بيقول له لو عندك فائض هاته عشان اثر على عمليات الاقراض، وبالتالي ابدا اثر على حجم المعروض. ده اداة استخدامها عادي جدا، لكن تكثيف استخدامها والطريقه الجديده اللي بيتم الاستخدام بيها هو اللي وصلنا للمبلغ ده، وده في اطار سياسه حقيقيه من البنك المركزي في الفتره الاخيره للتشديد النقدي. في 23 ابريل 2024 كان المركزي قرر قبول عطاءات السوق المفتوحه اللي هتتقدم بالكامل. قبل كده كان بيخصص، يحط رقم والناس تحط، البنوك تحط طلباتها ويبدأ يخصص. البنك المركزي استشعر ان البنوك بتهزر. يعني ايه بتهزر؟ هو بيحط ارقام كبيرة عشان ياخد اكبر نسبة من التخصيص. فاعلن البنك المركزي الرقم اللي هيتحط احنا هناخده على متوسط سعر الكوريدور مرة واحدة، ومفيش تخصيص. كل اللي هيتحط هيبقى فيكسد ريت تندر، وهناخد الموضوع او الرقم كله. وزي ما قلنا ان ده بيحصل بصورة اسبوعية. اجتماع لجنة السياسة النقدية الجاي بالمناسبة هيكون يوم 23 مايو. حوالين الموضوع ده هنقول شوية معلومات. عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنك، منهم 9 بنوك حكومية. معدل التضخم في ابريل كان حاصل له تباطؤ ل 32.5 على اساس سنوي، من 33 في مارس على اساس سنوي. سعر الفائده الرئيسي زي ما قلنا 27.75، وتم رفعها اخر رفع 600 نقطه في مارس الماضي. عاوزين نتكلم في النقطة الأخيرة، هل هي أحد اللي حصل النهاردة ده أحد أسباب هبوط السوق؟ في الحقيقة أن الأموال دي ما بتبقاش مخصصة من الأساس للاستثمار في الماركت. زي ما أنت شايف دي حاجة شورت تيرم جدا، ولا يتم تخصيصها للاستثمار في البورصة، لكن هي بتتنافس مع أوعية زي أذون الخزانة، لكن مش بتتنافس مع سوق المال نهائي. هل ده كافي للسيطرة على معدلات التضخم؟ هقول لك المعروض النقدي كان عنده مشكلة كبيرة جدا بسبب السحب على المكشوف بتاع الحكومة، والحكومة بدأت تحل الموضوع ده مع البنك المركزي. اللي احنا قلنا قبل كده ان السحب على المكشوف يعني طباعة مباشرة من البنك المركزي للحكومة. الموضوع ده وفقا للحوكمة اللي بتحصل من صندوق النقد الدولي لمؤسسات الدولة، بدأ الموضوع ده يبقى أهدى شوية. فدي خطوة إيجابية وخطوة جيدة، وإن شاء الله نتمنى إن هي تكون حاجة مبشرة ويتم السيطرة على معدلات الضخم. شكرا لمتابعتكم، ونتمنى لكم دايما الاستفادة من حلقاتنا والتوفيق في قراراتكم الاستثمارية. شكرا لكم ولكم التحية.